اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. النهارده هنتكلم على شخصيه من اقدم الشخصيات الموجوده في عالم مارفل، وهو جوست رايدر، وهنتكلم على الناس اللي حملت الاسم ده في الكوميكس. جوست رايدر ده شخصيه طبعا مارفل كوميكس او زولي في الكوميكس. كان في شهر اغسطس سنه 1972، الكلام ده كان في العدد رقم 5 من 6 الكوميكس مارفل سبوت لايت على ايد الكاتب جاري فريدريك. جوست رايدر ده عباءة حملها شخصيات كتير، في منهم اللي بقى سوبر هيرو او اللي بقى انتي هيرو. دول اشخاص ارتبطوا بكائنات يا اما كانت سبيريت اوف فينجنز او شياطين بقدرات مشابهه، بقيوا هوست ليها، اتحولوا بقيوا جوست رايدر واكتسبوا قدرات. هدفهم هو الصقر للمظلومين والانتقام من الاشرار. الشياطين معروفين، اما السبيريتس اوف فينجنز اصولهم مش معروفه قوي، بس يقال ان هم بيمثلوا قوه الاله، وان هم فرقه العمليات الخاصه بالنعيم. في ارك انجل اسمه زادكيل مهمته ان هو يراقبهم ويتاكد من سريه الاوريجين ستوري بتاعتهم. اول جوست رايدر ده كان من مليون سنه، كان طفل من رجال الكهف كان اسمه جوست. بيجي راجل شرير الكهف بتاعه بيتحول بيموت كل افراد قبيلته. الطفل ده بيسيب الكهف، بيكون في عاصفه بره، كان على وشك ان هو يموت. بيقابل تعبان، التعبان ده بيقول له انا ممكن انقذك بس لو قلت اسمي. اسمك ايه يا عم الحاج؟ اسمي مفيستو. الطفل ده بيقول الاسم بالفعل، بيتحول يبقى جوست رايدر وبيركب ماموس. بعد 5 سنين بيقابل الراجل اللي قتل قبيلته، بيخش معاه في معركه، والراجل ده بيموت له الماموس بتاعه وبيهرب. بعد كده بيقابل فينيكس واودن وبينضم الافنجرز العصر الحجري. بيعمل مهمات كتير وفي الاخر بيضحي بنفسه في مهمه وبيموت. الجوست رايدرز موجودين منذ قديم الازل، بيدافعوا عن البشريه. يعني في امريكا كانوا موجودين تقريبا في كل المناسبات. كان في منهم اللي موجود في القرن ال17 في الحرب الاهليه، الحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه وغيرها من المناسبات. الشيطان ميفيستو بيخش في تحدي مع شيطان تاني اسمه زارازوس، بينتصر عليه، بيخلي زارازوس يفقد الذكريات، وكان بيربطه ببشر تانيين يكونوا هوست ليه على سبيل التريقه من السبيريتس اوف فينجنز التقليديين. زارازوس ده كان عدو للسبيريتس اوف فينجنز، يوما ما في معركه ليه معاهم هم بيربطوا نفسهم في حاجه كده اسمها ميداليه القوه. الميداليه دي بعد كده بتتكسر، الجوهر بتاعها بيكون محفور جوه عيلتين، عائله منها اسمها كيل. في واحد في القرن ال17 اسمه نوبل كيل، ابوه كان بيحرق مراته. الست دي وهي بتتحرق لعنت حماها، عشان كده بنشوف ان الارواح الاسطوريه اللي اسمها فيوريس بتطارد الراجل ده. هو بيعمل ديل مع مفيستو عشان يهرب وبيبيع روح ابنه. ساعتها بنشوف ان مفيستو بيشوف الميداليه اللي موجوده جوه نوبل كيل، بينشطها بيفعلها، الراجل ده بيتحول يبقى جوست رايدر. بعد كده جوست رايدر يوما ما وهو راجع للسيد بتاعه اللي هو ابوه بيأمره ان هو يموت ابنه الطفل الرضيع، مش بيقدر على كده فبيموت نفسه. بيجي مفيستو عشان ياخد روحه، بيقابل ملاك اسمه يوريال، بيقول لا انا اللي هاخده معايا للنعيم. بيتخانقوا على هو هيروح النعيم ولا الجحيم، وفي الاخر بيتفقوا ان هو لا هيروح كده ولا كده، وهيبقى سبيريت اوف فينجنس. بيبقى في مكان اسمه ذا فويد، بيتم استدعائه من اكبر واحد من نسله في كل جيل عشان يبقى جوست رايدر الجديد. في واحده من نسله اسمها نعومي كيل، دي عشان تكسر اللعنه عشان ابنها الكبير ما يتحولش. بنشوف انها بتعمل تعاويذ وبتبعد عن عيالها، بتخلي ابنها الكبير جوني بليز يبقى مع ابوه. عيالها التانيين اللي هم باربرا وداني بيبقوا مع عائله كيتش. من وقت للتاني كانت بتطمن على عيالها من غير ما يعرفوا. بتقابل ميفيستو بيقول لها جوني الوحيد اللي من عيلتك اللي هينجو من اللعنه. هو بيحاول يستفزها بعد كده عشان هو عارف انها لو اتحولت تاني هي هتموت عشان هي صحتها ضعيفة. بالفعل بتتحول. بعد كده بنشوف انها بتحتضر، بتشوف واحد جاي عليها من بعيد، بيطلع جدها الكبير ابو نوبل كيل، ده لسه عايش ولسه شغال عبد عند مفيستو. بيقول لها مش معنى ان جوني مش هيرتبط بروح نوبل كيل ان هو مش هيبقى جوست رايدر، في طرق تانية ممكن نحوله بيها. وجس وات اللي انا ما اتشالتش من عيلتك هي هتروح لاكبر حد من اخوات جوني اللي هي باربرا، وبتفنى وهي بتعيط. بعد كده هنروح لجوني بليز، ابوه كان شغال في كرنفال في عروض دراجات ناريه، بيموت في حادثه اثناء تقديم عرض. 2 من زمايله بيتبنوا جوني. بعد كده بنشوف ان ابوه الجديد كان على وشك ان هو يموت عشان جاله سرطان. جوني بيتجنن، ما كانش عنده استعداد ان هو يخسر حد جديد في حياته. بيدرس السحر، بيستدعي مفيستو يقول له انا هعمل لك اي حاجه انت عايزها في مقابل انك تشفي لابويا. بالفعل بيشفيه له، بس بعد كده بيموت في حادثه. بنشوف ان مفيستو بيربط جوني بزارازوس وبيبقى جوست رايدر الجديد، بيركب موتوسيكل، بيعمل مغامرات، بيقابل سوبر هيروز كتير. وبعد كده بنشوف ان زارازوس بيتحبس في حاجه اسمها كريستال اوف سولز. جوني بيتحرر اخيرا، بيتجوز، بيخلف عيلين. وبعد كده بنشوف اخواته داني وباربرا كانوا خارجين بس في المكان والوقت الغلط. كان في حرب لرجال العصابات، هي بتاخد سهم في صدرها، دمها بيقع على ايد اخوها، بتنقل له اللعنه، بيتحول يبقى جوست رايدر، بيركب موتوسيكل، بيعمل مغامرات، بيقابل سوبر هيروز كتير. بعد كده بيقابل اخوه جوني. جوني بيبقى فاكر ان زارازوس اتحرر وان اخوه هو هوست ليه، بس بعد كده بيعرف ان مش ده الوضع، بيوافق ان هو يبقى منتور وناصح ليه، وبينضموا لميد نايت سانز. بعد كده احنا بنشوف ان زارازوس بيتحرر وجوني بيرجع تاني يبقى
جوست رايدر بيقابل واحد اسمه ادم بيقول له انت شكلك تعبت من حوار الجوست رايدر ده، انا ممكن اخلصك من زاراثوس ده لو انت موافق. قال له انا موافق. بنشوف ان زاراثوس بيروح لواحده اسمها اليخاندرا جونز، دي بتركب موتوسيكل برضه، دي تبقى بنت مكسيكيه متمرنه طول حياتها انها تبقى جوست رايدر. جوني بيمرنها بس بنشوف انها بتموت في معركه ليها مع كارنيج، وزاراثوس بيرجع له تاني ويبقى جوست رايدر. مارفل سنه 2014 بتقدم روبي رياس في الري لانش بتاع مارفل ناو. كان في اعتقاد سائد ان روبي الهوست بتاع عمه الشرير اللي هو إيلايس مورو، بس بعد كده بيطلع ان هو هوست بتاع سبيريت اوف فينجنز عاديه خالص. هو بيسوق عربيه وهو افنجر. عدد الناس اللي بقيوا جوست رايدر كتير جدا، ده غير ان في بعض الشخصيات اللي بقيت جوست رايدر لفتره زمنيه قصيره، ودول كتير من ضمنهم جين فوستر، هوك اي، كابتن مارفل، فالكون، دكتور سترينج، ريد هالك، وفرانك كاسل اللي هو كوزميك جوست رايدر. كان في حلقه قبل كده اتكلمنا فيها على ميد نايت سانز، فيها مفيستو بيحاول الافنجرز ان هم يبقوا جوست رايدرز في قصه وور اوف دامنيشن، لغايه لما جوني بليز يبقى ملك الجحيم، وبنشوف ان هو بيلغي الحوار ده. احنا محتاجين نفرق ما بين الجوست رايدرز والفانتوم رايدرز اللي من ضمنهم كارتر سليد. كارتر سليد اول لما اتقدم سنه 67 مارفل نزلته تحت سلسله اعداد اسمها جوست رايدر. بعدها ب5 سنين لما مارفل قدمت جوني بليز قال لك لا هو ده اللي جوست رايدر، كارتر سليد ده حاجه تانية اسمها نايت رايدر، وبعد كده غيروا الاسم بقى فانتوم رايدر. الاسم ده حمله ناس كتير بعد كده. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدرات الجوست رايدرز، هي ايه قدراتهم. بالنسبه للسبيريتس اوف فينجنس دكتور سترينج قال ان هم من اقوى الكائنات الخارقه للطبيعه، هم محدودين بمدى وسع خيال الهوست بتاعهم. لو هم اللي بيتحكموا في الجوست رايدر النتيجه هتكون كارثيه ومروعه، لو الهوست هو اللي بيتحكم قوته هتقل بكتير، وان كانت هتفضل كبيره برضه. هم ما عندهمش رحمه او شفقه تجاه الشر، ممكن يجبروا الهوست بتاعهم ان هو ياخد اكشن تجاه المجرمين وسفيكي الدماء حتى لو عذبوه. هم كمان يقدروا يعملوا اي حاجه تقريبا، قوتهم كبيره جدا جدا. هم خالدين بس انت ممكن تموتهم عن طريق انك تاذيهم بسلاح مصنوع في النعيم. بالنسبه للهوست فالهوست بيبقى انسان بشري عادي خالص ما عندوش قدرات لغايه لما يتحول، بيبقى معزز بقدرات كتير زي القوه البدنيه، القدره على التحمل، المتانه، السرعه، ردود الافعال، خفه الحركه، بالاضافه ان هو بيتحكم عقليا في وسيله التنقل بتاعه وبيسافر عبر الابعاد، بيعمل تحكم في السحر، في الارواح، في الطبيعه، وبيتلاعب كمان بالهيل فاير. ده غير ان هو عنده سلاحه الغني عن التعريف اللي هو بيننس ستير، وهي انه يبص في عين اللي قصاده يخليه يحس بوجع كل الضحايا بتوعه ويحس بتأنيب ضمير وذنب كبير. بس هي ليها طرق انك تواجهها، زي انك تكون اعمى او عندك عيون كتير مش ندمان على اللي انت عملته، او ما عندكش روح مرتبط بسيمبيوت، او سكران، او عندك مرض عقلي. بالاضافه لده هو عنده اسلحه زي الهيل فاير شوت جان، وكمان عنده السلاسل. طب مين اقوى واحد في كل الجوست رايدرز؟ مؤخرا مارفل نزلت قصه اتكلمت فيها ان روبي رياس اتطور بقى كائن مفيش زيه في المالتيفيرس، اي حاجه بيلمسها بتتحول لهيل فاير حتى لو كانت كائنات كونيه. هو بيتحكم في الزمان والمكان ودلوقتي يعرف باسم اول رايدر، لذا النسخه دي من روبي رياس هو اقوى جوست رايدر على الاطلاق. بالنسبه لظهورهم في الاعمال الفنيه فهم ظهروا في اعمال فنيه كتير جدا، يعني انت عندك الثلاث نسخ الرجاله اللي هم جوني بليز وداني كاتش وروبي رياس ظهروا في اعمال لايف اكشن، مسلسلات، افلام، ظهروا في اعمال انيميشن كتير جدا، وظهروا في اكتر من 20 لعبه فيديو جيمز. بس كده دي كانت حلقه طويله شويه اتكلمنا فيها على جوست رايدر، اتكلمنا فيها على ابرز النسخ منه، عرفنا اقوى واحد وعرفنا قدراته. انا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس انت ايه رايك في الشخصيه دي، بتحب مين فيهم اكتر واحد. احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده، لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، لو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.